السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاوني بعض الأسئلة من بعض الأصدقاء اللي جايين يتفرجوا في المنتخب المغربي هنا في الميريكان، باغيين يعرفوا كيفاش مثلا يتنقلوا من منطقة لمنطقة، وشنو هما البلايص اللي هما رخاص وبزاف ديال الحوايج. المهم أنا غادي نهضر لكم على نيويورك، بما أنني كنت عايش فيها تقريبا شي 7 سنين، فكنعرف بعض المناطق، كنعرف مثلا فين الإنسان يقدر يجلس بلاصة اللي هي رخيصة نوعا ما، رغم أن المونديال راه مكاينش رخيص. ومرحبا بالناس اللي جايين من المغرب أو جايين من أوروبا، مرحبا بكم اني تايم. نتمنى ان الامور دوز طيبه وتستمتعوا بالوقت ديالكم ولا مشاكل لا والو وتمشيو فرحانين. المهم، اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها هو الاسكال في هذا الفيديو هذا، لان لاحظت ان بزاف ديال الناس كيديروا واحد الخطا. لا الناس اللي جايين سياحه، لا الناس اللي جايين مثلا اول مره جايين الميريكان. المهم، كاينين 3 ديال الخطوط الا كنتي غتجي مع رويال ماروك. مثلا كاين ميامي، وكاين واشنطن دي سي، وكاين جي اف كي. انت اللي كنتي غادي تجي باش تفرج في المنتخب في نيو جيرسي، بطبيعه الحال غتختار نيويورك لانها قريبه. غتهبط في المطار، غتاخد واش دير مع شي واحد، ولا غتاخد الترونسبور واحد اخر يديك نيو جيرسي وقريبه. اما الا بغيتي في واشنطن دي سي راه ما هي الاولى، غتاخد كار باش يوصلك لنيو جيرسي. اما ميامي راه جات لتحت بعيده لك بزاف، ما يغركش الثمن لانك غتعذب الا كانت ديال ميامي ناقصه في الثمن وبغيتي طلعت تفرج في المنتخب، راه غتاخد طياره واحده اخرى من تما من ميامي لنيو جيرسي. ما علينا، انت هبطتي في جي اف كي وعندك مثلا طياره واحده اخرى غتمشي بها مثلا نيو جيرسي اولا ماساتشوست اولا الينوي، اولا شوف انت فين باغي تمشي لولايه واحده اخرى. رويال ماروك كتوصلك غير نيويورك وغتاخد طياره واحده اخرى. والخطا اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو انه فاش كيطبع الباسبور ديالو وكيخرج من الباب ديال الديوانه كما كنقولوا، وكيخرج للباب ديال التيرمينال اللي هو تيرمينال واحد، الطياره ديال رويال مارك كتحطك في التيرمينال واحد، كيخرج للباب ديال التيرمينال وكياخذ طاكسي باش يتنقل من تيرمينال من محطه لمحطه. تياخذ طاكسي، وهذاك الطاكسي تيحسب عليه 30 40 دولار، شوف على حساب. الا قاه براني وما فهمش راه غادي بطبيعه الحال غيحسب عليه شي ثمن. علاش انت غدير هذا الخطا؟ فاش تاخذ الباليزات ديالك قبل ما تخرج من الباب ديال المحطه ديال التيرمينال، غيبان لك دروج او لا لاسانسور، تركب في هذاك لاسانسور غيطلعك الطبقه الثانيه اللي هي ديال المغادرين، الناس اللي خارجين من امريكا، وغتلقى فيهم حتى تما الناس ديال المغاربه اللي جايين للمغرب. تما كاينه الا خرجتي كاين لاسانسور جوج بحال هكا، واحد من هنا وواحد من هنا. الا خرجتي من هذا الباب شوف على يدك اليمين، الا خرجتي من هذا الباب شوف على يدك اليسار، ديريكت غتلقى بلاكا ديال التران ديال المطار. هذا الاختصاص ديال هذا التران هو انه يديك من تيرمينال لتيرمينال، لان ما بين كنقولوا محطه ومحطه راه كاينه مسافه، فغادي يديك من تيرمينال واحد لتيرمينال 5 او 8. تما فين كاينين الطيارات اللي كيتحركوا داخل امريكا. كنعتقد انه 8 تما فين كاين امريكان ايرلاينز ودلتا ويونايتد وكلهم مجموعين تما في 8. فما ديرش هذا الخطا. هذا اول نصيحه ننصح بها في هذا الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجايين نديروا شي فيديو اخر فيه شي معلومه فين تجلس، كيفاش تنقل وسط المدينه، وبزاف ديال الحوايج. ديما مغرب، ونتمنى ان شاء الله تستمتعوا بالوقت، ومرحبا بكم اين تايم.